يا عم ده بيطبل لك، لا هو فعلا بيموت معاك. هل تتوقع أنه محتوى الإعلانات رح يجي يوم ويختفي؟ سبايدر. مرحبا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست حامي بارد. طبعا اليوم معنا الضيف كلكم بتعرفوه، رحبوا معي بالشاذلي. اهلا بك. الشاذلي، شو اسمك الحقيقي؟ اسمي عبد الله رمضان حمدي. الشاذلي ده مش اسم عيلة، ده اسم انا، يعني اسم شهرة طالع عليا. حلو معنا ولا بس هيك؟ لا هو يعني كنت انا من حوالي 14 15 سنة كده كنت بلعب في نادي الترسانة. طبعا عندنا علامة مميزة في نادي الترسانة، كابتن حسن الشاذلي الله يرحمه. ففي المدرسة سمونا على اسم الشاذلي عشان انا بلعب في الترسانة بس. كم عمرك؟ 30 سنة. العمر كله. حبيبي. طيب شو درست؟ خدمة اجتماعية. خدمة اجتماعية. خدمة اجتماعية في جامعة حلوان عندنا. كيف الدراسة كانت معك؟ والله انا يعني ما حبيتش، ما كملتش في الجامعة اصلا. انا سبت الجامعة تقريبا من سنة تانية. خلاص يعني ما كانش طريقي اللي هو ان انا اكمل في التعليم وكده. كنت حابب التجارة اكتر من التعليم. كان وقتي كله مركز فيه في التجارة وبس يعني. ما التعليم كان واخد الوقت، كان هياخد الوقت الاكبر يعني. كان بالنسبة لي هيعطلني وبس. يعني كان بالنسبه لنا في الفتره دي هم طبعا، انا مش بقول ده لاي حد، لا هو التعليم طبعا دي حاجه اساسيه طبعا طبعا. بس انا في الوقت ده انا كنت بجري على التجاره اكتر. فشفت ان انا مش عارف ان انا اكمل في الجامعه، مش عارف، لكن هو ده كان غلط طبعا يعني. كل حدا عنده طريق. طبعا. بس التعليم ملوش علاقه نهائي طبعا، ده حاجه اساسيه طبعا يعني. طبعا. أوكي، احكي لنا شوي عن حياتك. انا مولود في الهرم عندنا، في المكان اللي هو فيه مكان شغلي في شارع ضياء. ده اللي انا بدأت فيه. كنت الاول يعتبر بقف بستاند يعني فرشة عندنا في الشارع اللي هو في شارع ضياء ده. وربنا كرم من الفرشة طبعا لمحل، ومن المحل لمحل تاني، وبدأت بقى ادخل في السوشيال ميديا وكده. كان هو طريق يعني طريق بيوصلك اسرع يعني. صح. طريق التيك توك او الانستجرام او كل وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هي بتوصلك اسرع للناس يعني. بس فلقيت ان هو الطريق اسرع وانسب للناس يعني. مرحبا فيك أول شي بالإمارات، اهلا بيكي. واحكي لنا شوي عن سبب زيارتك للإمارات. والله موجود هنا في الامارات في البحث عن صفقات. زي ما انا قلت. بس في صفقات هنا ان شاء الله باذن الله بنقدمها. انا عندي محتوى الماركتنج بتاعي قائم على ان انا يعتبر اي مكان ببقى موجود فيه مرتبط بسعر، بحاجه سعرها رخيص او مرتبط بعرض. ده اللي انا عملته يعني، فرضته عندي في بلدي مصر. فطبعا هو الموضوع يعني اللهم لك الحمد، في ناس كتيره قوي جريت ورا ان خلاص بقى عشان اعمل ماركتنج كويس انزل السعر، فنزل السعر فاجيب الشاذلي. فربنا كرم طبعا من مصر للسعوديه، ومن السعوديه للامارات، وان شاء الله مش هبطل يعني، مكمل يعني. حلو. طيب بعد ما زرت الإمارات تمام. والسعودية وطبعا أكيد مصر، اكيد طبعا ده اساسي. شو خطتك الجاية؟ والله يعني انا مش ببقى مرتب لها، يعني مش ببقى مرتب لها. انا بعمل شغلي في المكان اللي انا فيه وبركز في شغلي وبس. الخطوات الجايه دي كلها بتاعت ربنا، مش ببقى مركز نهائي ان انا هروح فين الخطوه الجايه. انا بعمل شغلي في المكان اللي انا فيه، بجتهد ان انا اوصل الرساله في المكان اللي انا المكان اللي الناس حطت فيا فيه الثقه، وبعد كده اشوف الخطوه اللي بعدها ايه. وبعيدا عن الشغل والتصوير والإعلانات، هل في مكان أنت نفسك تزوره؟ والله نفسي طبعا الف العالم كله يعني نفسي فعلا الف العالم كله يعني. انا عندي هاشتاج اسمه الشاذلي هيلف مصر. فاللهم لك الحمد قدرت ان انا اكون في كل مكان في مصر يعني في كل محافظات مصر. اللهم لك الحمد ما فيش حد مش عارف الشاذلي في مصر يعني. فبفضل ربنا ده عادي لما يبقى هاشتاج الشاذلي هيلف العالم يعني. احكي لنا شوي عن مشاريعك برا السوشيال ميديا. انا اصلا اساسي ملابس يعني، دي مشاريع. انا كل يعني محلاتي ملابس، حياتي ملابس، بدايتي ملابس، مكمل في الملابس. دي حياتي كلها يعني. انا عندي محلاتي في مصر في الهرم، في شارع ضياء، في شارع العريش عندنا. حريمي ورجالي محلاتي معروفه في كل حته في مصر، الناس عارفه فين محلات الشاذلي. دي ما شاء ملهاش الله. علاقه نهائي باي حاجه او باي محتوى انا بعمله. محلاتي قايمه وشغاله واللهم لك الحمد في الزياده يعني. ما شاء الله. طب بدنا نصيحة من عندك، منك أنت صاحب مشاريع ومطور مشاريع، كيف واحد ممكن يبدأ مثلك من الصفر؟ يبقى حاطط ثقته في ربنا وفي نفسه ان هو هيقدر يعمل حاجه.
ما يستسلمش، ما ييأس نهائي، ما يحطش في دماغه ان هو ممكن يقابل حاجه توقعه فمش هيكمل. ما يقولش لا هو ده اللي معايا مش هبدأ بيه فانا لا هفضل شغال عند الناس واحوش وبس. مفيش الكلام ده نهائي. لازم زي ما انت هتكسب لازم هتخسر. لازم ان انت تتغامر، لازم المغامره دي تبقى مش كل حاجه مغامره، بس لازم تبدا، لازم تثق في نفسك وفي امكانياتك وتطلع احلى ما عندك. تمسك بحلمك، ما تيأسي حتى لو اي حد فكر يوقعك، ما تشغلش بالك بيه نهائي. هتقع كده كده اجباري وهتقوم تاني. مش شرط انك انت تعرف تنجح، عادي انت ممكن تنجح في يوم وليلة، بس تعرف تستمر دي صعبة جدا يعني. انك انت تفضل محافظ على اللي انت رسمه لنفسك وتمشي وراه. صدق نفسك وركز واتعب واشقى على حلمك ده، امسك فيه بايدك واسنانك هتحققه. يعني هتحققه بفضل ربنا طبعا، ومجهودك وسعيك وتعبك ده اجباري. ده اجباري هيتحقق كده كده يعني. صح، هو لازم كل حدا يوقع عشان لازم يتوقف. لازم عمره ما لازم يقابل في حياته عراقيل. مفيش حاجة حلوة قوي ومفيش حاجة وحشة قوي يعني. لازم الحياة فيها الحلو وفيها الوحش. هيقابل كتير يعني. طبعا يعرف بس يتخطى ده. طبعا طبعا. تمام، هلا نحكي شوي على السوشيال ميديا. تمام. احكي لي كيف بدأت بالسوشيال ميديا. بدأت الأول كنت بنزل على الانستجرام بس الأول مجرد ستوريات أو ريلز أو فيديوهات وكده. بدأت طبعا التيك توك بقى، أبدأ بقى إن أنا كنت من قبل ما أبدأ تيك توك وأنا كنت بشوف الليبسنج على التيك توك. أنا كنت بحب كان هو ساعتها اسمه ميوزيكلي وكده. فكنت عادي بعمل فيديوهات وانزلها زي اي حد وعادي. ما كان ليا ما بصيتش بقى في مواعيد، ولا ما بصيتش بقى ان انا النهارده الفيديو اشتغل او جاب ريتش او كومنت او لايك او ما بصيتش على اي حاجه من الحاجات دي. انا كنت كل يوم بصور فيديوهاتي في مواعيدها. انا ليا 3 مواعيد بنزل فيهم: فطار غدا عشاء. هم حياتي يعتبر اكن انا هفطر وهتغدى وهتعشى. كنت بنزل الفيديوهات في نفس المواعيد. مفيش مره فيهم فكرت ابص على فيديو عمل ايه، فين الكومنت، فين. ما يأستش لحظه من اول ما بدأت من 4 سنين لحد دلوقتي وانا بعمل ده. لا شغل بالي مين شاف الفيديو، ما شغلش بالي انا النهارده وقعت ولا حد شافني. ما حدش شافني. في حد بيتابعك حتى لو كان عندي ساعتها 100 متابع. مفيش يوم يأست فيه ان انا ما انزلش فيديوهات. حلو. حتى لو حصل ايه كنت بنزل فيديوهاتي في مواعيد، اصور وانزل. اصور في يوم من الايام حاسس ان هيبقى في حاجه، حاسس ان في يوم من الايام انا هوصل. مع اني كنت بتاع ملابس يعني، ما كانش مش مطرب، مش مغني، مش حد بيعمل ليبسينج، مش حد بيعمل محتوى مثلا. لا انا حد بيعمل ملابس. وانا كنت يعتبر من اول صانعين المحتوى على ابلكيشن تيك توك بيبيع منتج، مش مجرد بتاع ملابس بس يعني. اول حد طلعت عملت عروض على التيك توك. ما كانش في حاجه اسمها عروض على التيك توك قبليه نهائي. واي حد ممكن يراجع الاكونت بتاعي ويقارنوا التاريخ بتاعه بالتاريخ بتاعي. بنزل وبعمل عروض وبنزل ومحدش سامعني. انزل محدش بيشوفني. انزل مفيش حد مهتم. بس انا مصمم ان انا كل يوم في اوقات انزل فيديوهات بس. شو الفيديو اللي خلاك تطلع؟ انا في مره طلعت قلت انا بتحدى اي حد في مصر يقدر يبيع القطعه دي زي ما انا هبيع القطعه دي ب10 جنيه. ده الكلام ده من حوالي 4 سنين. 4 سنين في 2021. بس ما كانش فيه. فجأة لقيت نفسي من يوم وليلة مصر كلها انت مين وهتعمل ايه وازاي وبتاع ايه ده يا جدعان، ومين اللي بيقول كده ازاي. بس بدأت بقى من هنا، بدأت بقى انا اكمل التيك توك بقى. هو اول فيديو يجيب عندي ساعتها كان جاب 1,000,000. فبالنسبة لي طبعا رقم 1,000,000 ده كان بيخض ساعتها يعني. فبدأت طبعا مكمل من هنا بقى، اللي هو خلاص بقى دي خطوة انا هكمل عليها. بدأت ادور على خلاص سعر الترافيك بتاعي كله بيدور على سعر. فسعر يعني انا هتعب عشان اجيب له كل يوم حاجه سعرها ب10 ب20 ب30. من ساعه ما بدات لحد دلوقتي وانا عندي الجنيه هو بقيمته. يعني عندي الجنيه بتجيب بي حاجه. طيب شو الاشي اللي بعته ب10 جنيه؟ التيشيرتات. كان تيشيرت ساعتها. ساعتها كان تيشيرت. طب كيف؟ ما هو ساعتها انا كنت بقى بالنسبه لي الماركتنج بتاعي كنت رسمه ان انا هضحي بال100 قطعه دول اكنهم ما جوش. انا هطلع هنكش، هطلع هعمل اي حاجه. هقول انا مش عايز حق ال100 حته دول، هبيع ال100 حته دول ب10 جنيه القطعه. حتى لو انا كنت اجيبهم ب60 او 70 ما فرقوش معايا قد ما فرق معايا ان انا هعمل حاجه غريبه. فساعتها جت معايا طبعا، جت معايا ايجابيه جدا. فبدات بقى من ساعتها انا ما بشغلش بالي انا النهارده هخسر كام قد ما بيفرق بالنسبه لي الفيدباك بتاع اللي عملته ايه. مش شرط ما النهارده يا رب اخسر 10,000 جنيه مش فارقين. لو حد يقول لك ايه يا عم انت تخسر النهارده 10,000 جنيه،
انت ليه ما بصيتش في ال10,000 اللي خسرتهم؟ ما بصيتش في الفيدباك اللي هيجي لك من ورا 10,000؟ وانا كنت اعرف ان انا ابقى في مكانه زي اللي انا فيها دلوقتي دي استحاله. انا كنت ببيع تيشيرتات، ببيع ما اعرفش طقم ب 500 جنيه 5 قطع ببيع بس. ما كنتش مركز ان انا بكره هبقى بعمل اعلانات وهبقى في الخليج او هسافر السعوديه او الامارات او هعمل لاكبر الشركات عندي في بلدي في مصر. ما كانش في دماغي كل الكلام ده. بس انا الماركتنج بتاعي انا فرضه على المكان اللي انا فيه من يوم ما بداته، اللي هو سعر. انا مش هعمل حاجه غير سعر. انا اقل حاجه، اقل سعر في مصر بيتذكر مكتوب جنبه الشاذلي في كل حاجه بس. صحيح. وهاي شغلة عم نشوفها بالكومنتات اليومية حتى مع الناس اللي صاروا يقلدوا محتوى الشاذلي. انا على فكره ببقى فرحان جدا لما بلاقي ده. انا عمري في حياتي ما زعلت ان حد بيطلع بيقلدني. انا ببقى في كامل سعادتي، بشوف اللي انا بعمله صح. لما الاقي حد بيعمله بشوف ان انا قد ايه انا الحمد لله ان انا عرفت اوصل. لما بيجي لي فيديوهات متمنشن لي فيها، اقسم بالله من ايطاليا، مصريين في ايطاليا، مصريين في روسيا، في كل حته في العالم بنفس الطريقه دي، وبيتمنشن لشاذلي. طبعا ده في كامل نجاحي ان انا عرفت اوصل رساله لحد ان انا صح. ما هو انا لو مش صح مش هتقلد. صح، هذا تأثير حلو. نهائي. عمري ما الناس اتقلد بتعمل من الناس، مثلك. ومن الناس ليها اساميها، ومن الناس. وانا ما قررتش ان انا هنجح بحاجه مثلا تافهه او حاجه مثلا ملهاش اي علاقه، ملهاش تاثير. لا، انا لما بدات ان انا اعمل صفقات عندي في بلدي كنت فعلا بعمل الصفقات دي من جوايا، لان انا شايف فعلا الناس اللي عندي محتاجه ده. اي حته احنا دلوقتي موجودين في اي مكان ايا كان هنا او في ناس كتير محتاجه ان هي تجري على سعر ارخص. طبيعي اي حد فينا بيبقى محتاج ان هو عايز اجيب حاجه حلوه وسعرها رخيص. اكيد مش هبقى بجري على الغالي وبس يعني، لا، ما هو حلو وسعره رخيص. طب ما هو في كل مكان حابب يعمل ده، حابب ازود الناس او اسلط الضوء عليا بالسعر او بالمنتج كواليتي. مثلا هطلع النهارده اقول انا جايب 10 مثلا 10 ايفونات، هبيع الايفون ده ب 1000 جنيه. انا عملت قد ايه كميه دعايه للمكان؟ سيبك من حق التليفونات، اسمي تعرف في كل حته في الوطن، مش هقول لك في الوطن العربي، هكلمك في المكان اللي انا فيه، في فيصل. في المكان اللي انا فيه كم واحد في فيصل عرفك؟ ما فيصل كبيره جدا ما شاء الله. احنا عندنا بلد، فيصل دي بلد. فلما اقول مثلا انا فيصل النهارده عامل سندوتش البرجر بجنيه، كم الف من ادم هيجي لك؟ الفيديو جاب 3 4 مليون، كم الف هيقول لك؟ هنقول 5 6 10,000. كم واحد هيشتري؟ 1000 2000. في 10,000 واحد واقفين قدام مكانك، في 2 3 مليون سمعوا عنك بكم الف جنيه. لو انت قعدت تعمل ماركتينج من هنا للسنه الجايه ومصمم ان هو ينجح، مش هينجح بالطريقه دي. لو هيبقى اوكي معاك ان البروفيشنال حلو، معاك ان ما اطلعش بره الصندوق حلو وهيوصل برضه. بس انا ببقى قايم حياتي كلها في شغلي على الاوت اوف بوكس، ان انا اخرج بره الصندوق في كل حاجه في حياتي. حلو. بس للعلم بس المشاهدين اعطوكم طريقه تسويق حصريه مع شارلي، حكى لكم كل شيء بالتسويق اللي بيعمله. ما مش ولو واحد في نفس مهنتي حابب ان انا اقعد معاه وافهمه من A to Z هعملها. ما عنديش كبرياء ان انا ما اعرفش حد نهائي، لا. حبدي رايي الشخصي في الموضوع، تمام. حسب دراستي ماجستير في التسويق، الطريقه اللي بتعملها بدرسوها في الجامعات. فجد يعني بنتشكرك انك عم توصل الفكره للوطن العربي بطريقه حلوه، وعم تعلم طريقه تسويق لناس يعني حتى بسيطه ليطوروا مشاريعهم. هو اهم حاجه ان انا اوصل لك، اهم حاجه. بالضبط. مش اهم حاجه ان انا اوريك قد ايه ان انا فاهم، قد ما انا اوصل لك المعلومه. مش شرط ان انا ابقى بتكلم بلغه، لا، انا شرط ان انا اتكلم بلغتك، انا اوصل لك. بالضبط. انت تحسني او تسمعني او تقبلني. القبول طبعا بتاع ربنا، لكن انا اكلمك بلغتك دي بتفرق معاك. مش شرط اتجمل لك عشان خاطر انا اتنقلت من بوزيشن لبوزيشن فانا اتجمل لك، لا. انا زي ما انا حتى لو وصلت لفين بتعامل بنفس اسلوبي، بتكلم بنفس طريقتي، بخاطب من نفس الفئه. عمري ما اخرج من الفئه اللي انا فيها، لان انا منها اصلا. اللي انا فيه شغلي بره مصر او الاعلانات او ملوش علاقه نهائي بشخصيتي، كده كده زي ما هي مع الناس. عمري ما بتغير مع حد نهائي حتى لو هو ايه. فان انا اوصل لك دي هو نجاح الفكره. ان انا صدقك، انا كنت بعمل الصفقه واصورها وهي بتتنفذ، فانت صدقتني. ما بعرفش ان انا اعمل وخلاص. ما هو لو انا دلوقتي قلت لك سندوتش بجنيه، يا عم انت كدام، انت كده كده ما وريتنيش. انا بوريك هو بيتباع،
بوريك وهو بيتجاب قدام عينيك وهو بيتجهز. دي المصداقيه. لما اقول لك اي حاجه تاني هتصدقني عشان هوريك بعينك ان انا نفذتها. فانا معايا فيديو لاي حاجه بعتها من جنيه ل10 لربع جنيه ل3 جنيه لنص جنيه، كل حاجه صورتها بعتها معايا الفيديو الفيدباك بتاعها وهي بتتوزع وهي بتتباع للناس. صحيح. وهاي شغله احنا شفناها بالسوشيال ميديا، انك انت عم بتصور 3 فيديوهات لكل منتج تقريبا. عم بتنزل فيديو الاغنيه وفيديو العرض اللي انت مسويه، ونفس الوقت فيديو بعد المبيع. بعد المبيع طبعا. وهاي الشغله بتاثر على المصداقيه، وعشان هيك الناس مصداقيه الشاذلي معروفه طبعا. هو هذا هو سبب اللي الجمهور يصير في عنده ثقة. لو حضرتك صح عندك منتج وهتجيبيه وانا هعمل لك ليه مثلا الاعلان بتاعه، هتثقي فيا ازاي وانت مثلا مش شايفه فيدباك عندي، مش شايفه في ترافيك بيجي لي فعلا، مش شايف حتى لو انا فعلا في مكان ما فيش حد يعرف فيه الشاذلي. لو هنقول ان الامارات مش ما في يعني جزء يعرف الشاذلي وباقي الاجزاء كلها ما تعرفوش، على الاقل على الاقل على الاقل في فيديو من الفيديوهات اللي انا بعملهم بيوصل السعوديه، مصر، الاردن، بيوصل لكل حته. على الاقل الاسم زي ما بنقول بالبلدي كده، الضربه اللي مش بتعور او بتوجع، بتدوش. الاسم بيلف بيتوصل، حتى اسم الاغنيه او الصفقه فلان عمل عند الشاذلي، فهي اتكتبت ان الشاذلي عمل 1 2 3 4 عند فلان. مش شرط كل الماركتينج فعلي. انا ممكن اكون جايب الشاذلي عشان اسم الاغنيه ده اغنيه فالاسم يتقال فقط، الترند فقط. عندك انت شيء بمحتواك انك تعمل مثلا كلمة شغلة تصير الناس دائما تتذكر غير طبيعي. الاسم. شو هي؟ يعني مثلا لما كنت بعمل مثلا للسبايدر، انا مثلا ببيع السبايدر ده، بشوف انهي فئه بتلبس السبايدر، فبشوف ان هو هنقول اطفال مثلا من 10 سنين ل 16 سنه 18 سنه، السن ده عايز اوصل له ان السبايدر ده حلو وعاجبك. او هقولها له ازاي؟ لا اغنيها له سبايدر وعملنا سبايدر مان، وهو بيسمعها كده تحس ان الطفل بيرقص. صحيح. يجري على طول يشوف المنتج ده ايه اللي بيرقص ده، هلبسه عشان ارقص عليه. يبقى انا كده عملت كل حاجه. عملت المثلث اللي هو ال3 اضلاع، حببتك في المنتج، وانا كده كده بعت كميات كبيره من المنتج، واغنيه في دماغك فانت بتغني الاغنيه، بتلبس المنتج، بتشتري مني بس. احنا بتعرف شو طول اليوم في المكتب كل شوي سبايدر. بتعلق بالمخ هي. طبعا. مفيش ترند جهزت له في حياتي. البومب ب تلقائي. 150 جنيه مدمره الدنيا. علي المايك واعمل لايك. رحت عند الشاذلي لبسنا اوديو سوناك، دي كسرت الدنيا. السبايدر نفس الكلام، 32 مليون. عمري في حياتي ما في ترند او حاجه انا عملتها وانا مرتب لها بتشتغل بعدها بشهور اصلا. هلا الدافع اللي خلاك تبلش محتوى الاعلانات هو انه انت كان عندك محل اساسا. انا اولا كنت اصلا اولا في بدايتي انا كنت شغلي كله كان لنفسي. ما كنت رافض فكره اللي هو انا اعمل اعلانات لحد بقى الصفقات ما جت. الصفقات هي اللي فرضت عليا ان انا اعمل اعلانات. لقيت ان في ناس كتير قوي عايزه تساهم في الصفقات دي. يعني مثلا بشوف ان في حد عشمان فيا ومستني صفقه النهارده مثلا وجبات، الوجبه ب9 جنيه، وبلاقي المطعم في نفس الوقت عارض على الديل ده، وانا مش مقدرتي ان انا اروح اشتري 100 200 300 وجبه ابيعهم ب9 جنيه، والمطعم مقدم ده مقابل انه يتقال اسم المطعم. فبدات ان انا غصب عني خلاص هعمل الاعلان عشان شايف ناس محتاجه الصفقه دي، وصاحب المطعم محتاج نفس الصفقه دي. فبدات انا ابقى همزه الوصل. فهمزه الوصل لا يبقى كلنا نستفاد، زي ما انا بستفاد زي ما انا هفيد. خلينا نجاوب بصراحه. تمام. هل عمرك عملت اعلان وانت مش راضي عنه؟ لا استحاله. لازم ابقى انا الاعلان درس وعارف عنه وسائل وعامل كل حاجه عشان خاطر اعرف ان انا ادي موافقه على الاعلان اصلا. ان بيتعرض عليا اعلانات كتير جدا بتترفض، يعني ما بعملهاش نهائي. يعني هي ضد مبادئي فمش هعملها نهائي. اي اعلان بشوف ان في حاجه حد هيتضرر بسببي نهائي، لاي نوع بقى من انواع منتجات او حاجه مش موثوق فيها، مش هعملها نهائي. مش هخلي حد او اب او ام مثلا مخلين عيالهم بيتابعوا شاذلي، بيحبوا شاذلي، بيغنوا اغانيه، ان هو يحسوا 1% ان شاذلي ممكن يضر ابني او بنتي. عمري مش هعملها. اوكي، كيف الشخص بيقدر يكسب ثقة الجمهور؟
انه يصير جمهور خلص مصداقية. انت تحط شيء خلص هذا صح. مصداقية. هاي المصداقية كيف بتجي؟ المصداقية من ان انت اللي بتقوله بتعمله. ما ينفعش ان انا اطلع اقول حاجة لو هدفع من جيبي اعملها، مستحيل. ما ينفعش يبقى حد اداك الثقة وانت 1% تستهتري بيه او بعقله، او تلعبي بعقله، او تلعبي بالناس. حتى لو مش هتقدري تكفي كل الناس اللي بتتابعك، فعلى الاقل عملتي الجزء اللي انت راضيه ضميرك فيه، عملتيه فعلا. يعني لو جايب 1000 قطعه هبيع القطعه ب10 جنيه، فاكيد كده كده شاف الفيديو 10 مليون. مش هقدر حتى اكفي مليون منهم، ولا انا ولا غيري ولا اي حد غيري يقدر يعمل ده. صحيح. فطبيعي اللي انت خلاص مقدرتك اللي بتعمله، طالما صدقت بينك وبين نفسك وبينك وبين الناس وقدرت تعمل ده، واللي قلته فعلا عملته، خلاص كده كده ربنا يساعدك في ده بس. وطبعا التقرب من الناس والناس بثق فيك، هاي السبب الوصول الشاذ عمري ما للعالم. عملت حاجز بيني وبين حد نهائي. بالضبط. عمري نهائي انا في وسط الناس عمري ما منعت نفسي عنهم نهائي. حلو. فهل هذا السبب الرئيسي اللي بتخلي المعلن بيجي عندك؟ وهل انه المعلن راضي عن النتيجة اللي انت بتطلعها؟ مش اكيد مش كل معلن هيبقى راضي 100%. المعلن بيبقى عايز 120%، مش عايز 100%. انا عن نفسي عمري ما رحت عملت اعلان لشركة او لمنتج الا لما ببقى ماشي من المكان وانا عارف وواثق ان انا عملت كل حاجة. بعمل بلان 1 و 2 و 3، بعمل اكتر من بلان عشان خاطر يبقى معايا كل حاجة تخلي ان العميل يحس ان هو حط ثقته في شخص هو راضي تماما عن الموضوع. حتى لو في 1% وقع مني، 2% وقع مني، بحاول على قد ما اقدر ان انا لو هعيده، لو هروح يوم تاني، بالنسبة لي مقفول حتة ان انت تحط فيها ثقة وانا ما بقاش قدها دي. حلو. هل تتوقع انه محتوى الاعلانات رح يجي يوم ويختفي؟ طبيعي، ممكن، طبيعي. ما فيش حد بيكمل في حاجة يعني ويفضل مكمل. انا بحاول على قدر الامكان ان انا اغير فكرة الاعلان عندي من وقت للتاني بطريقة والتانية والتالتة والرابعة عشان الاستمرارية. انا بحاول اغير من نفسي وبشتغل على نفسي اكتر من مرة في اليوم. بحاول اشوف اكتر من طريقة في الاعلان. مش بدي فرصة لده، بس وارد ان هو ممكن يبطل. مش هقول لك لا، وارد طبعا. وهيك بروح على السؤال اللي بعده، اللي هو لو الشاذلي غير محتوى، شو حيكون المحتوى؟ هيرجع لمجاله، ملابس. هو مجاله اصلا. هو 3/4 صفحته ملابس. هو مجاله ومحلاته. دي الميزه ان في حاجه قايمه اصلا، يعني مش حاجه لسه هيعمل مشروع من ورا الاعلانات ويبدا لا هو في حاجه قايمه اصلا يعني. دي الميزه ان لما حد بيبدا يعمل اعلانات بعد كده بيبدا يعمل مشروعه الخاص من الاعلانات. لكن انا عندي الخير، انا العكس. انا بادئ وعندي المشروع مشاريعي الخاصه ومحلاتي، وبعد كده بدات اعمل ده. فايا كان حتى لو بطل، انا كده محلاتي موجوده ودنيتي موجوده يعني، الحمد لله يعني. ما بتتخيل حالك عم تعمل محتوى مختلف مثلا مثل يوتيوبرز هلا بيعملوا مثلا تحديات العاب فلوجز؟ ما بتحس حالك انه انت التايب تبعك سافر مع الشاذلي حول العالم؟ ممكن عادي، ممكن طبعا عادي ممكن. لو هيبقى فيه افاده هعمله. اي شيء مفيد يفيد. غير كده مش هعرف. مش بشوف نفسي في كده. انه بشوف نفسي في مكانتي عند الناس، مش بحبها تتغير نهائي. مين قدوة الشاذلي؟ بصراحة مفيش. طيب أنا دائما عم بشوف الأغاني اللي بتعملها، بصراحة دائما بصفن إنه برضه كصناع محتوى مين بكتب لك؟ احنا جروب طبعا. اخواتي كلهم بيبقوا معايا علي وغريب، دول بقى جزء الاغاني، وجيمي طبعا جزء التصوير. يعني علي وغريب هم اللي بيختاروا معايا الاغاني، ولما بنعمل اغنيه بقى بيوزعها طبعا احمد ناصر اخويا برضه يعني. وبعيدا عن الاغاني، لما تعمل ترند مثلا سبايدر مان او الكلام اللي بيطلع معك، وكمان نفس الاشخاص اللي بيساعدوك، صحيح؟ ومعايا اللي بيرد ورايا طبعا كشري وعلي وبودي وهو والغريب. هو ده الطقم بتاع يلا هنغني. هم بيجازوا. طب لو انا حكيت لك هلا نعمل شي اغنيه لحامي بارد بودكاست، هلا بيطلع معك اشي
شو ممكن تفكر؟ اخواتي جد. أنا مش بتاع حامي ولا بارد. يعني ممكن نقول ايه مثلا في اغنيه ندخلها في اغنيه. اغنيه حامي وبارد صح. فيك تستعين باصدقاء. ماشي. ممكن نخليها في الاخر نكون جمعتها. اوكي حلو. تمام. اوكي هلا انت اتوقع انك بتحضر يوتيوبرز او ناس تانيين بيعملوا محتوى اعلاني. في هلا بالساحه كتير منتشر الجو تبع الاعلانات بيعملوه على اساس انه قصه او هيك شيء. ما بتفكر انك تحول من ستايلك لستايل تاني انه موجود اصلا؟ بصي لو في حاجه حكمت عليا ان انا اعمل ده بالطريقه دي هعملها. اذا فرضت عليك فرضت عليا ان انا خلاص لازم انتقل لدي او هي هتظهر بالصوره دي، عادي بعمل قصص. هتلاقي قصص كتير جدا عندي في الاكونت، هتلاقي حاجات احنا مخترعينها في وقتها. هتلاقي افلام 3 ثواني 30 3 دقايق قصدي كده مجمعه فكره، في الاخر بتوصلي لحاجه اللي هو اعلان عن منتج بس بالطريقه دي. ايه واحلام وحد صحي وحد قام وحد بيتجوز وحد بنعمل فيلم اصلا وعمرنا في حياتنا ما كتبناه. حلو. ما بنبقاش عارفين هنعمل ايه غير واحنا دلوقتي قدام المنتج. بيطلع كل شيء نهائي بوقتها. عمري في حياتي ما كتبت سيناريو عن حاجة هقدمها او حاجة هعملها. حلو. عمري. ومين أكتر أشخاص وقفت معك وساعدتك أو يعني وثقت فيك إنه رح تنجح رح توصل؟ أكتر ناس دعموك؟ معايا طبعا ناس كتير قوي في معايا في المكان شايليني اخواتي، ومعايا طبعا ابويا وامي طبعا دول حاجة، دول موجودين من زمان، دول عارفين واقفين معايا باللي بيقدروا عليه، هو هيدعي لك. معايا طبعا في المحل معايا جيمي طبعا بادئ معايا من واحنا بنقعد بنقوم، معايا غريب، معايا لالا طبعا ده بقى اللي هو المحلات كلها بقى، ومعايا انور وعلي وبودي وكشري مش عايز انسى حد منهم، كلهم اخواتي والله يعني. دول ميتين مكاني يعني هم هناك ميتين مكاني، ميتين اكنهم هم شاذلي يعني. لالا ده ماسك المكان عندي، اخويا ده بعتبره اخويا يعني. وجيمي طبعا مرافق الطريق يعني، جيمي مرافق الطريق يعني، معاه هو وغريب كده احنا رايحين جايين خلاص، دول طريق النجاح يعني. حلو الشخص يكون فيه حواليه ناس طبعاً. جد بتقدر وبتدعم لا هم معه. معايا يلا نموت يلا نموت. كثير هم دول حلو. كده بجد، يلا هموت. هم راكبين معايا في اول قبليه الفريق اللي انا بقول لك عليه ده، اللي هو يلا غريب انور جيمي لالا كشري فاهمه. في طبعا ناس تانية في المحل طبعا معايا موجوده طبعا، جمال وميدو، الناس بقى دي الفريق بتاعي اللي هو بقى معايا برضو على الوحشه والحلوه والشيخ طبعا، ومش عايز انسى حد بس. حلو كلهم الله اخواتي يخليكم لبعض واحنا جد جاي حابين اصلا نزور مصر شي يوم إن شاء الله. ده شرف لينا طبعا. وان شاء الله نشوف المحل ونشوف نتعرف على هتشوف الناس. اجواء ما شفتهاش قبل كده ثقه. انا في مصر شخص كتير حابب حلوة. اتعرف عليه اسمه ميدو. ايش حكيت اسمه عجبني اسمه. مصر ده كتير. الديسبلاي بتاع المحل. الفي ام بتاع المحل. مصر يا جماعة وكشري كتير اللي حلوة. بيرد طبعا ايه بيقول ايه ده. هذا الشخص يعني هذا بسموه خدني على الموت. حصل ايوه حصل بقى بصراحه. فاي شيء حتحكيه حيدعمك فيه. حصل بصراحه ولا فعلا مش اقسم بالله مش كلام يعني، هو مش كلام مثلا يا عم ده بيطبل لك، لا هو فعلا بيموت معاك بجد. اول ما اجى اشتغل لي على الاستديو قلت له وينه، انا حاب اشوفه انا حاب اشوفه. هو فعلا ناس كتير حابه تعرفه وتشوفه، هو حتى على الطبيعه حد جميل جدا يعني. حلو بجد يعني حد جميل جدا يعني. اليوم انبسطنا كتير انبسطنا شرف اليوم. ليا طبعا، وانا والله العظيم انبسطت معاكم جدا يعني والاجواء وانتوا اسئلتكم وانتوا حد يعني روحوا حلوه كده يعني. يعني كنت واخد راحتي في الكلام والله، ما فيش حاجه جايزتها، ما فيش حاجه يعني ما فيش حاجه سؤال انتوا سالتوه مثلا، او حتى لو انتوا سالتوا ايه منكم هقبله عادي يعني. شكرا. وحتى هو شخصيته كتير حلوة. تسلموا لي. أحلى شيء لفتني بشخصيتك لما حكيت أنا ما عندي مشكلة أعلم حدا يعني نفس طبعاً. مجالك. نهائي. هالشي نادر تلاقوه بشخص، كل والله حدا بحب أقعد. اللهم لا نفسي يعني. عمري فهالشي احكي كل كتير حاجه حلو. عملتها واقعد قدام الشخص واجيب له واوديه واقف معاه كمان. هاي هي الناس اللي من جوا نضاف الله عمري. بوفقهم وبيطلعهم للأعلى إن شاء الله.
شكرا لك وشكرا لكل شكرا الناس. لكم جدا والله، شكرا لكم جدا على الاستضافة الجميلة دي والبودكاست العسل ده بجد يعني، ومن نجاح لنجاح طبعا، ومكسرين الدنيا دايما يعني. إن شاء الله إحنا وأنتو. شرف لي يا باشا. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. احكوا لنا إذا حبيتوا شو أكتر شي حبيتوا، شو أكتر شي جديد تعلمتوا وعرفتوا عنه. احكوا لنا مين بدكم تشوفوا بالحلقات الجاية. اكتبوا كل شي تحت بالكومنتات وبنشوفكم بحلقة جديدة. باي باي.